ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكحك الناعم الدايب، وازاي يكون بيفرق معاكي زي الجاهز بالظبط، وطريقة التسوية المظبوطة. شايفين ما شاء الله قلبه من جوه مش معجن معايا؟ شايفين ما شاء الله مستوي من بره زي جوه؟ شايفين ما شاء الله قد ايه بيفري وناعم معايا؟ شايفين ما شاء الله شكل الذوبان بتاعه؟ ما شاء الله هنعمله في البيت واحلى من الجاهز. شايفين ما شاء الله مش مستحمل الا انا امسك الكحكايه. عندنا نص كيلو من الدقيق، يكون دقيق كحك وبسكوت، كوب وربع من السمنه وتكون خارجه من التلاجة، 2 معلقه كبيره من السكر البودر، 2 معلقه كبيره من السمسم، معلقه كبيرة من ريحة الكحك، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح. هنعجن العجين ده كله على بعضه زي ما انتوا شايفين. هنفضل اللي احنا ناخده كده بين ايدينا زي ما انا بعمل كده لحد ما يكون شكل الكريمي كده او شكل المرهم كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندنا من نص كوب ل3/4 كوب من الحليب او اللبن، ويكون خارج من التلاجة. هننزل بحبة حبة كده زي ما انتوا شايفين لحد ما نلم العجينة. اخدت معايا نص كوب لبن بالظبط او حليب. شايفين ده كده قوام العجينة، بضغط عليها مش بتشقق معايا. بعد كده هبدأ اللي انا اجيب العجوة او الملبن. عندنا نص كيلو من العجوة، هنحط عليه معلقة كبيرة من السمسم، معلقة كبيرة من السمنة، 2 معلقة كبيرة من اللبن. وهنعجن العجوة بتاعتنا كويس باللبن والسمسم والسمنة، وتكون السمنة سايحة. وبعد كده هنبدأ ناخد كور كده من العجوة بحجم البندقة كده ونجهزها ونحطها كده. بعد كده هنبدأ اللي احنا نجيب العجينة بتاعتنا كده، هناخد قطعة في ايدينا كده بحجم الليمونة، وهنحط العجوة كده هنضغط عليها بصابعنا كده زي ما انتوا شايفين. باخد قطعة من العجين كده بضغط عليها بصبعي لتحت، ببدأ اخد قطعة العجوة بضغط عليها بصبعي، واهم حاجة بقفل كويس زي ما انتوا شايفين كده. باخد قطعة من العجين وبحط قطعة العجوة وبقفل كويس كده زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله قد ايه سهل وبسيط؟ هتعمليه في البيت واحلى من الجاهز بكتير. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله في اول الفيديو ما شاء الله. طبعا انا مش بضيف ليه اي خميرة خالص، بيكنج باودر بس زي ما انا قلت المقادير مظبوطة. بعد ما باخد من العجينة كده وبضغط عليها وبحط العجوة وبقفل كويس كده، هبدأ اجيب مكبس الكحك او طباعة الكحك. وطبعا انا مشغلة الفرن قبلها بربع ساعة على حرارة 160. بدخل الصينية بتاعتي في الرف اللي في النص. اول لما بتاخد لون ذهبي من تحت بشغل عليها الشواية على الهادي على نفس الرف، وبفضل اللي انا اقلب في الصينية ادور فيها كده علشان تاخد اللون الذهبي من فوق زي تحت. بحط كده في قلب المكبس كده، بضغط ضغطتين كده في نص الكحكاية مش باجي عند الطروف. ببدأ بعد كده اللي انا احط كده فوطة وعليها اي كيس تلاجة واضرب كده بالمضرب علشان تنزل معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت الكمية طبعا هدخلها الفرن زي ما قلت على حرارة 160. بيقعد في الفرن من حوالي 30 دقيقة ل40 دقيقة. شايفين ما شاء الله شكل الكحك بعد ما خرج من الفرن؟ شايفين لونه ما شاء الله زي الجاهز، وطعمه ما شاء الله أحلى من الجاهز بكتير. شايفين ما شاء الله شكل الكحكاية من فوق ومن تحت؟ شايفين ما شاء الله قد ايه بتفرق معايا وناعمة؟ ما تنسوش اللايك للفيديو.